هو تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للأهلي، وتعادل بطعم المكسب بالنسبة لبيراميدز. الأهلي في أسوأ حالاته وقلبي يقطر دما، بس بجد 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 هو في نادي عنده الحظ ده؟ انا قاعد والله يعني انا خلاص البيراميدز جابوا جون، الشيبي جاب جون دريب بوم جامد جدا، انا قاعد بقى مستني التعادل. قال لك الدقيقه 5، قلت له 95 ايه و96 ايه يا ابني؟ روح بس عشان انا مستني لا يتعادل دلوقتي. ملوش حل، الاهلي لازم يتعادل ولازم، والدقيقه 96 دي او 97 ده هما 5 دقايق وقت ضايع، بيجي منها 96 و97 ازاي؟ انما مع الاهلي هو الحكم ما بيصفرش، مش ان الحكم متحيز او لا لا لا، هو الاهلي كده، هو في حاجه كونيه، شيء له علاقة ببعد الشمس عن الأرض، حاجة ليه علاقة بخسوف القمر كل 10 سنين. الأهلي لازم يجيب جون في الدقيقة 96، يعني ما عمرك ما تستبعدها. إنما الأهلي في أسوأ حالاته، وأنا أظن يعني طبعا كمان اللي ما شافش الماتش، بيراميدز كان بيلعب 10، يعني كان بيلعب أقل لوقت طويل جدا، 10 لعيبه، لكن اللعيبه بتاعت الاهلي منهكه، والاهلي النهارده نازل بكل الناس، كان ناقصه زيزو. يعني الاهلي مفيش لعيب ما كانش موجود، البرتيتا كلها، الاسامي كلها، الفلوس كلها، الدعم كله حبيته فيه، كل الناس اللي اشتروها وكل الناس اللي عملوها كانوا موجودين في الملعب، وكلهم كانوا أسوأ من بعض. وبيراميدز ناقص، وبيراميدز ما عندوش كمية الأسامي دي اللي موجودة. ده النهارده نازل الشحات ونازل وسام وإمام عاشور وبن شرقي وبن غربي وكل اللعيبة، ولم يفعل شيء. طبعا الهتافات جوه الاهلي دلوقتي عايزين نغير كولر. يا جماعه ما تغيروش كولر، كولر هايل. هو في مدرب زي كولر؟ ده كولر ده لازم يكمل مع الاهلي سنه واثنين وثلاثه، مدرب عظيم ومدرب جبار، هو ده اللي لازم يقعد. وبعدين حلاوته بقى لما نيجي اخر السيزون ان شاء الله، او يعني بعد اسبوع واثنين، ويتخصم من الاهلي ال3 نقط التانيين. على فكرة عمرو لم ينسى ال3 نقط التانيين، جايز انسى ان الاهلي قال انه انسحب، جايز انسى انه كان الموضوع كده وبقى كده، انما ال3 نقط التانيين دول ما ضاع حق وراءه عمرو اديب. هفضل قاعد مستني ال3 نقط الاخرانيين دول. بصوا يا جماعة، بلا عدالة مفيش كورة، بلا عداله مفيش دوري. ما هو فكره ان انت عايز تكسب وخلاص، اللعبه نفسها ملهاش طعم، بواخد رزله. انما بالعداله وبالقرارات وبالحاجات نقدر ان شاء الله نصل الى دوري في منافسه، في متعه، في طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الدوري الانجليزي ده اللي فيه فرق 10 نقط ولا 11 نقطه لصالح ليفربول، الناس بتتفرج عليه ليه؟ لانه وارد يحدث اي شيء. انما احنا عندنا في التسليم، هو خلاص اصله الاهلي وهم ما خصمولوش الكام نقطه يبقى الاهلي لازم ياخد طب وبعدين يا جماعه ايه قيمه المسابقه؟ هي الناس هتتفرج ليه؟ هم المعلنين هيحطوا اعلانات ليه؟ هو اللعيبه هتاخد فلوس ليه؟ طب وانت بتشتري زيزو ليه؟ اذا كان الامر هيبقى عامل كده. فالنهارده الاهلي في اسوأ حالاته، بصراحه الاهلي لا يستحق انه ياخد الدوري المصري. واسال اي اهلاوي، يعني عايز توزن بره اوزن بره، انما النهارده طبعا الماتش الاهلي سيء جدا، رغم ان جمهور الاهلي كان رايح يهز استاد 30 يونيو،
انما طبعا يعني ما حصلش للاسف. وقلبي يقطر دما يا جماعه. انا زملكاوي بس احب برضو الفرق كلها، يعني اتمنى لها الخير، وخاصه النادي الاهلي المصري، الكيان الاحمر. الكيان الاحمر ده بالنسبه لي مهم جدا. معانا الاستاذ محمد ابو علي الناقد الرياضي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. كولر والاهلي والماتش وانديه العالم والبطولات المتبقيه، ايه الاخبار وايه الحكايه وايه الموضوع؟ خليني بس انقل لحضرتك، انا لسه خارج من ملعب الدفاع الجوي، والناس كلها طول ما انا خارج يعني مفيش كلام غير على امتى كولر هيمشي. يعني كولر مكمل ليه؟ الكابتن خطيب سايب كولر ليه؟ هل يا كابتن عاجبك اللي بيحصل في الملعب من تغييرات كولر؟ بنلعب فريق طول الشوط الثاني منقوص منه لعيب بسبب الطرد. فالناس كلها يعني في حاله غضب يا استاذ عمرو من وجود مارسيل كولر او استمرار مارسيل كولر. يمكن انا قبل الماتش كنت سالت مسؤولين في النادي الاهلي على موقف كولر او مصير كولر ايه مع النادي الاهلي. اتقال لي ان مارسيل كولر مكمل في بطوله الدوري. ماتش بيراميدز هيكون فاصل في القصه، ومعاه كمان ماتش سان داونز، يعني مش ماتش بيراميدز بس، لا ده هيبقى ماتش بيراميدز وماتش سان داونز. يعني لو كان الاهلي النهارده اتغلب من بيراميدز كان الاهلي خلاص فقد فرص استمراره في بطوله الدوري. لو لا قدر الله الاهلي مثلا خرج من بطوله دوري ابطال افريقيا امام سان داونز، كده بقى الاهلي خلاص خرج من بطوله افريقيا، فكان القرار هيطلع ان مارسيل كولر يرحل بعد مباراه سان داونز. لكن لازال في امل في بطوله الدوري بعد هدف احمد رضا او خروج المباراه بالتعادل. فرص النادي الاهلي لا زالت قائمه. بالنسبه لبطوله افريقيا الفريق مسافر يوم الاربعاء لبريتوريا في جنوب افريقيا عشان يواجه سان داونز، فطبعا مستحيل او يعني هيبقى يعني قرار او يعني حسب سياسه النادي الاهلي اللي الواحد عارفها صعب ان هم ياخدوا قرار برحيل الراجل قبل مباراه مهمه زي مباراه سان داونز، واكيد حضرتك عارف. فمارسيل كولر باقي لضيق الوقت والارتباط النادي الاهلي باكثر من بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري الممتاز اللي بيشارك فيه. للعلم كولر بقاله دلوقتي دي السنه الثالثه لم يهزم النادي الاهلي مع مارسيل كولر في المباريات الاقصائيه. الراجل السنتين اللي فاتوا وصل فاينل بدون اي هزيمه. السنه دي مكمل في البطوله بيكسب الهلال السوداني ذهاب وعوده. فاداره النادي الاهلي يعني عندها امل ان الراجل يكمل في المسيره بتاعته في دوري ابطال افريقيا. لكن معلومه مؤكده، والمعلومه دي يعني اخص بيها برنامج حضرتك، عندي معلومه ان مارسيل كولر مش هيكون المدير الفني للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وان النادي الاهلي بالفعل فيه يعني شبه اتفاق مع مدير فني، وان كان من ضمن يعني المحفزات او الحاجات اللي يعني خلت المدير الفني ده يرحب بتولي النادي الاهلي ان اتقال له ان انت هتقود الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. هو صحيح عايزين يجيبوا كلوب؟ لا يعني هو انتشر موضوع كلوب، دي صفحه بتاعت بعض الفانز او المحبين ليورجن كلوب عاملين صفحه كده، لكن مش دي الصفحه الرسميه بتاعت الراجل. فنزل عليها يعني بعض الاشارات ان الراجل جاي مصر والنسر بتاع الاهلي، فالبعض ربط ان هو هيدرب النادي الاهلي. لكن بعض الصحفيين المصريين يمكن تواصلوا مع الراجل او بعض الناس المقربين منه، فطبعا نفى وقال ان الصفحه دي مش بتاعتي ومفيش اي كلام مع النادي الاهلي. لكن في مدربين المان زي روزا مثلا المدير الفني الالماني الكبير على طاوله المفاوضات، في مدربين من البرتغال، جوميز مدرب الزمالك السابق اللي بيدرب في السعوديه برضه من ضمن الترشيحات او في كلام ان ممكن يفكروا فيه. يعني في اكتر من مدير فني مطروح على لجنه تخطيط في النادي الاهلي او كابتن محمد رمضان. هو الاهلي بيحب ياخد الناس اللي من عند الزمالك، فممكن جوميز يجي تاني. هي تجربه ناجحه يعني حصلت مع جوست بوش في الباسكت مدير الفني لنادي الزمالك، ويعني عمل ارقام قياسيه مع النادي الاهلي. فالاهلي نجح او استفاد من القصه دي، فليه لا؟ يعني انا شايفها ان هي ما دام حاجه ناجحه. لا احنا ما نكرهش يعني اي حد. انا امبارح بقول لك اي حد أنا في نادي. الكابتن علاء ميهوب بيسلم على حضرتك. سلم، ده حبيبي كابتن علاء. حبيبي يا كابتن علاء. اي حد في الزمالك عايزينه، بما في ذلك رئيس مجلس الاداره، الاهلي ياخده، احنا مش هنعز عليهم حاجه يعني. لا هو استاذ عمرو يمكن لو حضرتك خدت بالك ان نادي الزمالك برضه ارتبطت نجاحاته بحسام ابراهيم، ارتبطت نجاحاته بوجود لعيبه زملكاويه زي عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي،
يمكن لعيبه كتيره لعبت من النادي الاهلي في نادي الزمالك. كابتن جمال عبد الحميد طبعا ما حدش يغفل نجوميته وازاي فاد نادي الزمالك واثر في تاريخ نادي الزمالك. فهي على الفرقتين، يعني الموضوع على الفرقتين مش النادي الاهلي بس. لكن من حق النادي الاهلي ما دام في لعيب عقده بيخلص، او من حق النادي الاهلي ما دام في مدير فني مشي، ان هو يتفاوض معاه. وده بيحصل في كل دول لا، في العالم. كل دول العالم بنفس الطريقه المحترمه اللي حصلت دي، وكل حاجه محدش قال حاجه. هو حد اعترض؟ ده احنا محب ما علينا ياخدوا اللي هم. يا سلام، هو انا حلقه احلى من الاهلي ياخد لعيبه من الزمالك؟ ايه المانع يعني؟ المهم، اهو يعني هو لو جه مصطفى محمد كمان يبقى كده يعني فرقه الزمالك بتلعب كاس عالم انديه ايه لاول مره. لا، والاهلي غني بابنائه اهو. زي ما انت شايف اغلب اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي دلوقتي من الاهلي، ابناء الاهلي، غني بابنائه. المهم، يا ابني انا سيبني، عايز اطمن يا ابني اطمن سيبني اطمن اكمل، ما تفتحنيش. عايز اطمنكم على القندوسي، بس اطمن حضرتك ايوه. على احمد القندوسي. يمكن هم راجعين في الطريق دلوقتي من اسكندريه، تواصلت مع الناس في سيراميكا وقالوا لي ان هم طلعوا بيه على المستشفى واتعمل له جبيره كده مؤقته عنده لا، اشرح كسر. للناس ايه اللي حصل بالظبط. هو يعني تدخل عنيف من احد لاعبي فاركو ادى لحدوث كسر في قدم اللاعب والشظيه بتاعت القدم، فطلعوا بيه على مستشفى في اسكندريه. الدكتور قال لازم يخضع لجراحه يعني سريعه جدا، فحط له كبيره كده مؤقتا. وهم راجعين دلوقتي من الطريق في اسكندريه، والمفروض ان هيخضع بكره لعمليه جراحيه في مستشفى العاصمه باذن الله. والمسؤولين بتوع سيراميكا يمكن حجزوا له، وهيعمل العمليه بكره بمشيئه الله، وربنا يشفيه يعني ونطمن عليه. واحد من اللعيبه ده المحترمه حادث جدا. مؤلم طبعا الخبطه صعبه جدا، ويعني وشكلها ممكن الناس تبعده كلها كتير عن الملعب. هو لعيب بالظبط. محترم وموهوب وهايل. بناء على العمليه وبناء على البرنامج التاهيلي بتاع اللعبه هيتحدد مده غيابه، لكن هي فعلا اصابه صعبه جدا. الناقد الرياضي محمد أبو علي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أنا بعزي أهل إبراهيم شيكا. صراع مع السرطان وأيام مؤلمة جدا، وكنا شفنا الحالة بتاعته بعد ما تدهورت. النهاردة كان في الدفن، وطبعا يوم مؤلم جدا. أنا بعزي كل أهله وكل أصدقائه وكل الناس اللي بتحبه. هذا المرض يعني قاتل، رغم أنه بنسمع كتير عن علاجات وعن ولكن عندما يكون في وقت متأخر أو الحالة متدهورة، فهو بيفتك بالمريض فتكا قاتلا. يعني بنعزي طبعا في إبراهيم شيكا اللاعب الجميل، الله يرحمه، ويعني اتمنوا له الرحمة كلكم إن شاء الله.